اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض طاجن عكاوي بالبصل. بصراحة خطير. معايا كيلو من العكاوي، بصل بياخد كمية بصل كتير، معايا طماطم، معايا فلفل الوان، توم، ورق لوري، وحبهان. كنت مسخنة الحلة بتاعة الضغط قبل ما انزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. فكنت مسخنة الحلة بتاعتي كويس عشان عايزة ان انا اشمع العكاوي بتاعتي. فزي ما انتوا كده شايفين حطيت كده العكاوي، لازم تكون الحلة سخنة تشمعيها من الناحيتين. هبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية. هجيب ايوه كده بالطريقة دي، هقلب دي هنا ودي هنا، خليها كلها تتشمع بحيث ان انا اقفل المسام بتاعها بحاله. هنزل بقى بالورق اللوري والحبهان، وهجيب الراسة بتاعة التوم، وهبدأ انزل معايا كده 5 فصوص من التوم. هبدأ ان انا اقلب بقى التوم بتاعي في قلب العكاوي. احط شوية صغيرين من الفلفل الاسود. بكون مقطعة البصل بتاعي زي ما انتم شايفين حلقات كده. هنزل بقى بالبصل، اقلب بقى البصل بتاعي شوية مع العكاوي بعد ما اتشمعت. احط نطرة من القرفة. هقلب برضو، خلي بس البصل يدبل شوية صغيرين مع العكاوي. كون بقى محضرة هنا بعد ما البصل ما دبل، هنزل كده بالطماطم برضو مقطعاها حلقات. هنزل دلوقتي كمان معاكم بالفلفل الالوان. هحضر معايا هنا كده معلقة من السبع بهارات. هكون بقى محضرة مية بتغلي، هغطيها كده بحالها بمية بتغلي، هسيبها بس تاخد غلوة، وهبدأ ان انا اظبط الملح بتاعي. خلاص هي كده بدأت بتغلي اهيت، خلاص هقلبها كمان تقليبة وهقفل الحلة الضغط عليها. عادي انت ممكن تحطيها في حلة عادية، او ممكن تدخليها في قلب طاجن على طول في الفرن وتغطيه بورق فويل، بس دي حاجة ترجع لك. بس انا يوميها كنت مستعجلة فاضطريت ان انا اعملها في الحلة الضغط. خلاص كده هي خلاص زي ما انتم شايفين لسه فيها صوص كده بسيط. حضرت هنا طاجن بيدخل الفرن، وهنزل بالعكاوي بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها الفرن عشان خاطر بس اديها تشميعة من الفرن، او اديها وش كده من فوق. هعدلها بس كده في قلب الطبق بتاعنا. خلاص بالشكل ده هدخلها الفرن تاخد وش، وهطلعها واوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقولكم كان طعمها جميل جدا. طريقتها سهله وبسيطه جدا. يا رب طريقتي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتي يا ريت يشترك في القناه، ومتنسوش تحطوا لايك، واستنوني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد.